ثانيه واحده كده، احب اقول لك انت مش مشغول، انت اللي بتضيع وقتك بايدك. ما تيجي نشوف. خليني اقول لك الحقيقه بكل بساطه، في الحقيقه انت عندك وقت كفايه جدا تعمل فيه اي حاجه انت عايزها، ولكن انت اللي مش واخد بالك. ازاي بقى مش واخد بالك؟ هقول لك ازاي. اول ما تصحى من النوم تمسك تليفونك تقول 5 دقايق، تدخل على فيديو وبعديه فيديو وبعديه فيديو، تبص مره واحده هتلاقي عدى منك ساعه ساعتين، وبعد الساعه ساعتين دول ما يعدوا تقول الجمله الشهيره اللي معظم الناس بتقولها، اللي هو اليوم راح مش هلحق اعمل حاجه، ابدا بكره. ولكن هنا المشكله معاك مش بتكون في الوقت، المشكله معاك في اول قرار بتاخده اول ما تصحى من النوم. ليه بقى انا بقول لك كده؟ لان اول حاجه بتعملها في يومك هي اللي بتحدد لك باقي اليوم هيمشي ازاي. لو بدأت يومك وانت بتضيع في الوقت بتاعك وبتهدر فيه، يومك هينتهي وانت ما عملتش فيه اي شيء. ولكن لو بدأت بحاجة مفيدة هتكمل بقية يومك صح، لان مخك برضو بيبدأ على اول اشارة بياخدها منك. ليه بقى يومك بيمشي صح لو بدأته من الاول صح؟ لان بكل بساطة مخك بياخد اول اشارة بتيجي منك، يا اما في انجازات يا اما في اخفاقات. فلو عايز يومك يظبط معاك ظبط اول نص ساعة في يومك، وباقي اليوم هيظبط معاك. تحدي الفيديو ده او فولة الفيديو ده بتقول لك ابدأ يومك صح، وهتلاقي نفسك بعد كده انت بتكمل لوحدك. وبكده نكون خلصنا كلامنا. ما تنساش لو الكلام ده عجبك تدعمني بلايك، لو اي حاجه معلقه معاك يا ريت تكتب لي في تعليق، ولو مش مشترك اشترك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.